تعالى اقولك على طريقة سهلة جدا هتنضفي بيها الكاتل بتاعك ويرجع زي ما اكون لسه شارياه بالظبط. انت شايفين كده الكاتل لونه ابيض من جوه زي ما طرح طبعا ما انت بتقعدي تغلي فيه فبيبدأ يعمل معاكي الطبقة دي. فببساطة جدا هقولك عليها تشيليها ازاي. هو تجيبي نص ليمونة، مش هتكلفك اي حاجة، هي نص ليمونة بس، وهتبدأي تدعكي بيها الكاتل من جوه هتلاقي بدأ معاكي يلمع. انا بس عشان بصور نفس الفكره دي جت في دماغي ان انا اصورها لكم، فقلت اقول لكم عليها، فقلت اصور كده على طول، فمش مجهزه طبعا التصوير وكده، فجت فجاه كده. فانت هتمسكي الكاتل بتاعك بنص ليمونه تبداي تدعكي فيه، هتلاقي بص معاكي اللون الابيض اللي متراكم في الكاتل من تحت هتلاقيه بدا يختفي معاكي. طريقة سهلة جدا ولا هتحطي خل ولا اي حاجة، هو بنص ليمونة بس وهتبدأي تدعكي هتلاقي كل البياض اللي عندك في الجوانب وفي كل حتة هتلاقيه بدأ يختفي معاكي زي ما انتم شايفين كده. طريقة سهلة جدا. اهو كده كله بدأ يلمع اهو. زي ما انتم شايفين كل حاجة كده راحت خلاص، الابيض اللي كان فيه كله اختفى. هبدأ بقى اغسله، بس يا ريت كل واحد يجرب الطريقة ديت، يا ريت يكتب لي في الكومنتات بتاعته عملت معاه ايه، ويا ريت تعملوا لي لايك واشتراك في القناة. شايفين لمع ازاي؟ امسك بايديكي بقى وادعكي فيه من جوه كده هتلاقي كله اكنه لسه شاريه بالظبط. زي ما انتم شايفين كده بدأ يلمع كله اهو. هتغسليه كويس قوي. ايه رأيكم؟ اكنه لسه جاي بالظبط. شايفين اللمعة اللي فيه؟ كده بعد ما انا غسلته خلاص كده تماما. بصوا زي ما انتم شايفين رجع يلمع زي الاول خالص اكنك لسه شارياه.